مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم سنتحدث عن موضوع يثير الفضول والخيال معا: العوالم المتوازية. هل يمكن أن يكون هناك أكوان موازية لعالمنا تتشابك أو تتقاطع معه؟ كيف يمكن لهذه الفكرة أن تؤثر على فهمنا للكون وربما على حياتنا؟ لنبدأ. النظريات العلمية حول العوالم المتوازية. نظرية العوالم المتوازية ليست مجرد خيال علمي، إنها فكرة يدعمها بعض العلماء بناء على مفاهيم من الفيزياء الحديثة. نظرية الأوتار تفترض أن الكون الذي نعرفه هو جزء من منظومة متعددة الأبعاد. إذا كانت هذه النظرية صحيحة، فقد توجد أكوان أخرى على أبعاد مختلفة تماماً عن بعدنا. نظرية الأكوان المتعددة مالتيفيرس. وفقاً لميكانيكا الكم، يمكن أن تتواجد أكوان متعددة، حيث يمكن لكل قرار نتخذه أن يؤدي إلى انبثاق عالم جديد. بمعنى آخر، هناك احتمال لوجود نسخة أخرى منك اتخذت قرارات مختلفة عنك. الثقوب السوداء والأنفاق الدودية. هناك من يعتقد أن الثقوب السوداء قد تكون بوابات لعوالم أخرى، أو أنها تربط بين أكوان مختلفة. الأدلة المحتملة. لكن هل هناك أدلة على وجود هذه العوالم؟ هنا تكمن المشكلة، حيث إن هذه الفكرة صعبة الاختبار عملياً. النقاش حول الجسيمات تحت الذرية. بعض التجارب في فيزياء الجسيمات تشير إلى أن الكون قد يحتوي على طاقات أو مواد مخفية، ربما تتعلق بعوالم موازية. الظواهر غير المفسرة. هناك تقارير عن أشخاص يدعون أنهم انتقلوا إلى عوالم أخرى خلال تجارب اقتراب من الموت أو حالات وعي متغيرة. ورغم أن هذه الحالات مثيرة، إلا أنها ليست دليلاً علمياً. كيف يمكن أن تؤثر على حياتنا؟ وجود عوالم موازية يعني أن هناك احتمالات لا نهائية لواقعنا. تخيل أنك اتخذت خياراً مختلفاً في لحظة مصيرية. ربما توجد نسخة منك تعيش تلك النتيجة الآن. من الناحية الفلسفية، يمكن أن يجعلنا هذا نتساءل: هل نحن مسيطرون حقاً على مصيرنا؟ أم أننا مجرد احتمال واحد ضمن احتمالات لا حصر لها؟ على الصعيد العملي، فهم العوالم المتوازية قد يغير طريقة تعاملنا مع مفاهيم الزمان والمكان، وربما يفتح باباً لتكنولوجيا جديدة تغير البشرية. العوالم المتوازية تظل فكرة مثيرة وغامضة، تجمع بين العلم والفلسفة والخيال. وبينما لا يزال أمامنا الكثير لفهم هذا المفهوم، فإن مجرد التفكير في وجود أكوان أخرى يجعلنا نعيد تقييم مكانتنا في هذا الكون الشاسع. إذا أعجبك الفيديو، لا تنسى الإعجاب والاشتراك لمزيد من المحتوى المثير. شكراً لمتابعتكم، ونراكم في الفيديو القادم.